السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير ان شاء الله. بصوا بقى، انا هعمل النهاردة كده كيكة الذرة اللي هي البسيسة اللي احنا عارفينها طبعا كلنا. روايح الشتاء بقى، روايح الشتاء هلت بقى، وعايزين نعمل الحاجات الحلوة الجميلة دي، البسيسة والبليلة، وطبعا الحاجات الحلوة الجميلة اللي بتدفي دي هنعملها ان شاء الله مع بعض. بصوا انا عندي هنا بيض، 3 حبات بيض اهم، ومعايا فانيليا ومعايا بيكنج باودر. بصوا بقى انا اقول لكم على حاجه تطلع البسيسه دي حلوه جدا، او الكيكه حلوه جدا 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 وناعمه وهشه بصراحه، وطعمها حلو جدا وغنيه كده. بصوا دي القشطه بتاعت اللبن. بصوا انا لو فتحتها كده قدامكم هتلاقوها كلها قشطه. بصوا بسم الله ما شاء الله اهو. بصوا قشطه اللبن احوشها، بصوا احوشها واعمل منها البسيسه واعمل منها الكيكه واعمل منها الرز بلبن. برضو انا قلت قبل كده في كذا فيديو في الرز بلبن، بعمل الرز بلبن من القشطه، مش بعمله باللبن على فكره. طبعا بيبقى طعمه ايه، روعه روعه، بيبقى حلو جدا. بصوا بقى نصلي كده على النبي ونخش على المقادير كده ان شاء الله. حط بس دول كده علشان الدنيا تبان عندي. بصوا هنجيب بقى هنا المقادير بتاعت ايه، دقيق الذره، الكيكه اللي هي بتاعت دقيق الذره، كيكه الذره يعني. بصوا انا هجيب هنا دقيق ذره معايا اهو، الاصفر دوت في السوق موجود في كل حته طبعا، وخصوصا عند الناس اللي بيبقوا قاعدين في السوق اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا كده 2 دقيق ذره، انا هم دول الموجودين عندي، وانا عندي هنا عايزين، فانا هضطر ايه اعمل باللي موجود عندي. احط 2 اهو كده، اللهم صل على النبي، واحط 2 من الدقيق الابيض. طبعا لازم الدقيق الابيض، مش بنعملها كلها من الدقيق ده، لازم الدقيق الابيض. احط بقى الدقيق الابيض بسم الله. ممكن برضه احط 2 من الدقيق الابيض بالظبط، كوبايتين من الدقيق الابيض اهو، او كوبايه، وعايزين تزودوا الدقيق الاصفر طبعا دي حسب رغبتكم انتوا اهو. حابه تنقصي شويه من الدقيق، بس انا هكمل بيهم كلهم. طبعا انا هحط الاول كل المكونات اللي هي الجافه، وطبعا ايه بسم الله الرحمن الرحيم. تبقى حلوه طبعا دي جدا في الشتاء، يعني كلنا اكيد عارفينها، احنا يعني كلنا كده المصريين عارفينها وبنحبها اكيد. برضو بصوا انا هجيب بقى البيكنج باودر اهو، اخلطه طبعا ايه معاها. بس كده خلطت الدقيق بالبيكنج باودر بنوعين الدقيق اللي عندي اهو. بصوا نقلبه بقى طبعا كده مع بعضه، ندخل بقى كل المكونات بتاعت الدقيق والبيكنج باودر كل ده كده مع بعض. بصوا بقى المقدار المناسب، مقدار السكر المناسب لمقدار الدقيق ده. انا هجيب كوبايه لا بلاش كوبايه هحط كوبايتين الا ربع، دي كده بيبقى السكر مظبوط جدا جدا جدا. كوبايتين الا ربع السكر، دي كوبايه اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. ده المقدار بتاع السكر المظبوط جدا لمقدار الدقيق ده، عشان ما تطلعش من غير السكر وتطلع مش مسكره، تطلع مش حلوه وايه، وبتبقى طبعا مش حلوه لما بيكون اي حاجه ناقصه فيها اهو. كوبايتين الا ربع السكر مقدار حلو قوي بالنسبه لمقدار الدقيق ده، بس مش هحط سكر اكتر من كده اهو. طبعا هنحط البيض، 3 بيضات اهم بتوعي. بسم الله الرحمن الرحيم. انزل بالبيض اهو، صفي كده بقى للاخر. بصوا بعد ما حطيت البيض مع السكر احط الفانيليا، وهنا حاطه طبعا حته سمنه بلدي مع يعني كوبايه الا ربع زيت على كوبايه الا ربع سمنه. برضو ده المقدار الحلو عشان ما تبقاش ايه
يعني ده حلو قوي كده المقدار ده اهو، عشان طبعا احنا معانا قشطه. بصوا بقى، واجيب القشطه. طبعا انا قلت باخد القشطه دي قبل كده كذا مره، باخد قشطه اللبن على طول اشيلها في اي علبه واعمل منها الكيكه، اعمل منها الحاجات الحلوه دي، تطلع طبعا ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا جماعه، بسم الله ما شاء الله، قشطه اهي، هعملها بالقشطه. بجد جربوها، بجد هتعجبكم جدا جدا جدا، وطريقه يعني غنيه جدا وايه وحلوه جدا، وهتعجبنا كلنا ان شاء الله. هاخد بقى ايه المكونات دي كده، هضربها في الخلاط ونرجع ان شاء الله. بصوا بقى كده المقادير اهو، ضربنا طبعا المكونات بتاعتنا في الخلاط. بصوا بقى يا جماعه عامله ازاي، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. بصوا كريمي، بصوا عامله ازاي، بصوا لونها من القشطه. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل بقى كده، هضرب كل المكونات بتاعتي مع الدقيق. بصوا عشان طبعا ما تكلكعش، على طول في اتجاه واحد، ما نحطش كل السائل، شويه شويه، لانها محتاجه سائل نحط، علشان طبعا كل ما السوائل بتزيد في الكيكات وفي الحاجات دي طبعا بتبوظ مننا وبتخرب. لازم 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 احط شويه. بصوا انا حطيت شويه بشويه، لا محتاجه احط تاني اهو. بصوا بقى، بصوا عامله ازاي، بسم الله ما شاء الله، حلوه جدا جدا جدا. بصوا كريمه كريمه، اللهم صل على النبي. بصوا ما نكترش السوائل يا جماعه، ونرجع نزعل لما الكيكه بتاعتنا تبوظ. بصوا انا بديها سمك تخين ازاي، لازم 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 يبقى في سمك في الكيكه وفي اي الحاجات بتاعتنا، الكيكه والبسيسه والحاجات دي. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. بصوا عامله ازاي. ننزل بقى كده كله طبعا المكونات بتاعتنا، ننزل كل حاجه في الصينيه اهو. صدقوني جربوها بالقشطه زي ما قلت لكم، تطلع حلوه جدا وكريمي وناعمه اهو. نظبط بقى الصينيه كده بتاعتنا، نظبط كده صينيتنا وناخدها بقى ندخلها الفرن، وما تخرج بقى ايه نشوف مع بعض هتبقى عامله ازاي. بصوا بقى بسم الله ما شاء الله طلعت عامله ازاي، بصوا عاليه وعامله ازاي. بصوا رايكم بقى، مش طبعا سخنه، هقطعها اما تبرد. بس بصوا بقى عامله ازاي، حلوه جدا، والمقادير بتاعتها مظبوطه على الصينيه، هي اللي بتطلعها حلوه قوي كده ومظبوطه كده. بصوا عاليه وحاجه حلوه جدا جميله. وبصوا بقى المقادير بتاعتها مظبوطه جدا.